بص حاجه بايظه بص. احنا النهارده في العتبه جايين نسال الناس ليه السلع اللي شبه بعض كلها بتتباع في نفس المنطقه. والله ده ممكن يرجع للزمن، الناس من زمان اللي اشتغلوا في الدعايه والاعلان بداوا هنا في المكان. هل دي حاجه كويسه للبياع؟ هي بتبقى حاجه كويسه لاسباب معينه، ممكن حاجه تنقص عندي فدل الزبون طبعا على اللي جنبي. فاهمني؟ هي فايده للبياع، هتفرز البياع الكويس من البياع الوحش اللي يقدر يبيع لك. واحسن لينا ان احنا كلنا في مكان واحد، فالستريت واحد. ده كويس للزبون ازاي؟ ده كويس للزبون علشان بينزل مكان واحد ما بيفضلش يلف. حلو للعميل، انت نازل عايز تعمل عندي 20 دفتر وورق شركه ويفط وكلام، هتاخد مني ساعه، تاخد من اللي بعدي، تاخد من اللي بعدي. بالنسبه للزبون جميع الاصناف موجوده قدام منه. الزبون ليه 100 محل، المحل ليه 100 زبون. عندي سؤال، انتوا الاثنين منافسين، ده بيبيع سماعات وانت بتبيع سماعات، بس انتوا الاثنين جنب بعض، ايه اللي يخليكم ما تتخانقوش؟ احنا ماشيينها بالحب مع بعض، يعني ده عنده زبون خلاص انا ما ببصلوش في رزقه، انا عندي زبون وهو ما بيبصلوش في رزقه. مش هاكل اي حاجه، احنا ولاد عم. ايه اللي يخليني افرق عن اللي جنبي؟ ايه اللي يخلي الزبون يجي لي؟ اللسان، طريقه التعامل مع العميل، كواليتي، السعر، الدعايه بتاعتي، اسلوبك مع الزبون ان انت تكون متعاون وبتوصل له عامه ايه المميزات وايه العيوب، وان انت تكون صادق اصلا في البيع. بس هو حرام وهو بيبيع حاجات بايظه. وهو بيبيع حاجات بايظة. بص حاجه بايظه بص. خلاصه كده ان شارع يكون كله بيبيع نفس الحاجه، دي حاجه كويسه للزبون وكويسه للبياع. صح؟ ما هي موجوده في كل الدنيا، مش موجوده عندنا في مصر بس. صح، وده معناه ان تكتل الحاجات في مكان واحد او الاجلوميريشن بيسهل الشغل على البياع وعلى الزبون، ولا ايه يا رجاله؟ بالتالي الفوائد للزبون تنوع في المنتجات، اسعار احسن، بياعين فاهمين شغلهم، وهتوفر وقت بدل ما تدوخ. الزبون اللي جاي لك انت بس. ثانيا في موارد مشتركه. ثالثا انت والمحلات اللي جنبك تقدروا تتبادلوا الافكار. واخيرا صفقات بالجمله.